السلام عليكم، اهلا بيكم. كل سنة وانتم طيبين وبألف خير وعيد سعيد عليكم. مين لسه بقى ما شواش الكباب؟ تعالوا شوفوا طريقة تتبيلتي المعتمدة في الكباب المشوي. هنعمل بقى ميكس جريل كده من الكباب وكفتة، وهنعمل الشيش كمان كذا تتبيلة هتعجبهم جدا. وشايفين بقى كفتة الحاتي جميلة جدا، وازاي ما تفكش منك على الفحم بدون اي اضافات، ولا هنضيف نشا ولا اي حاجة. وادي هنا الشيش الفراخ او كباب الفراخ. تمام، تابعيني بقى لاخر الفيديو عشان تعرفي عملنا الطريقة ازاي وهتعجبك جدا. معايا هنا نص كيلو من اللحمة المفرومة، يعني 400 جرام من اللحمة الحمراء و100 جرام من الدهن. تمام، ومعايا نص كيلو من صدور الفراخ. بجيب البانيه يكون سليم، تقولي له عايزه بانيه سليم مش شرايح، او ممكن تستخدمي بقى وراك الدجاج المخليه زي ما تحبي. انا بحب الصدور. وهنا معايا كيلو من اللحمه عرق فيليتو. بستخدم عرق الفيليتو للكباب، بيكون حلوه، يعني القطعيه بتاعته بتكون حلوه، واللحمه بتطلع معاكي كده مستويه وطريه. معايا بصلتين، البصلة المتوسطة دي المفروض ان هي هتكون للكفتة، وهستخدم بصل احمر علشان يكون فيه نسبة من المية. البصل الاحمر بيكون فيه ميات كتيرة، هتنفعنا بقى في التتبيلة بتاعة الشيش والكباب. تمام، هستخدم ميكس كده ما بين البصل الابيض والاحمر. البصلايه اللي هي متوسطه دي لو هتعملي الكفته بس بتستخدمي بصلايه متوسطه، بلاش بصلايه كبيره علشان الكفته ما تفكش منك. وهضربهم بقى في الكبه كده ضرب ناعم. هنا بقى هنزل الحروف كده اللي هي في الكبه كده من فوق، علشان انا عايزه البصله بتاعتي تكون ناعمه، ناعمه جدا، يعني ما فيهاش اي قطع كده من البصل، او ممكن تبشريها بالمبشره. وهكمل فرم. بالشكل ده، بصلايه كده تكون ناعمه جدا. هما دول اللي هتبل بيهم الشيش والكباب والكفته. هاخد بقى اللحمه بتاعتي، طبعا هي مفرومه، الجزار فرمها لي، فانا محتاجه الكفته، كفته الحاتي لازم تكون اللحمه كده تكون مفرومه فرم ناعم. فهاخدها وش تاني كده في المفرمه علشان انا محتاجه اللحمه كده تبقى مفرومه قوي. باخدها لفه كده في الكبه. تمام، بالشكل ده. تمام، بتكون كده بالشكل ده. عايزه اللحمه بتاعتي كده يبقى عامله خيوط كده، فاهمين؟ اهو بيبقى في فرق ما بين اللحمه المفرومه اللي انت بتجيبيها جاهزه مفرومه، وما بين ان انت هتاخديها وش تاني في المفرمه. هجيب بقى، هاخد مقدار بصلايه متوسطه كده من البصله بتاعتي، بس هعصر البصله الاول. ما تزوديش البصل علشان لو زودتي البصل الكفته هتفك منك. بصلايه متوسطه لنص كيلو اللحمه المفرومه. ناخد تفل البصل بس مش البصلايه. وهاخد حوالي 4 فصوص من الثوم المفروم، ونص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، وربع معلقه صغيره من الكمون، ومعلقه صغيره من الملح. والملح طبعا حسب بقى الرغبه، بس كانت المعلقه يعني الملح بتاعها كان مظبوط. ومعلقه من السبع بهار، ونص معلقه من البابريكا المدخنه واختياري. تمام، نعجن بقى الكفته بتاعتنا كده عجنه حلوه جدا.
اعجنيها بقى عجنة كويسة علشان الكفتة كده تتسمغ في بعضها. هسيب لكم بقى المقادير في صندوق الوصف. تمام، سهم اسفل الفيديو كده بتضغطي عليه بيظهر لك المقادير. كده بقى اهي الكفتة كده بقت تمام. بتمسكيها كده وتلميها في ايدك بتلاقيها اتلمت وما بتكونش مفرولة معاكي. شايفة بتبقى نسيج واحد كده بالشكل ده. طبعا بقى هتسيبيها في التلاجة تتسمغ حوالي ساعة، وبعد كده تبدأي ان انتي بقى تشكليها وتشويها. انا هنا بعمل التتبيلات من بالليل علشان محتاجة الاكل تاني يوم يكون يعني عايزة اسويه ويبقى بدري، يعني ما تأخرش في تسويته. ففضلت ان انا اعمل التتبيلات دي من بالليل واحطها بقى في التلاجة، وبعد كده تاني يوم بقى يبقى سهل عليا ان انا اشويها، وكمان بيبقى طعمها احلى وشربت من التتبيله، وفي نفس الوقت بقى ايه بتبقى طريه جدا وبتستوي على طول. هنا قطعت بقى الفراخ كده مكعبات صغيره، الصدور تقسمي بقى الصدر كده بالنص وبتقطعي مكعبات كده صغيره. تمام، هنعمل بقى تتبيله كباب الفراخ او شيش الفراخ. هاخد شويه كده من ميه البصل واخلي الباقي علشان الكباب، كباب اللحمه. وهاخد بقيه التوم بقى حوالي 5 فصوص من التوم، وفلفل اسود نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ومعلقه من البابريكا المدخنه، ومعلقه صغيره من الملح، ومعلقه صغيره من السبع بهارات او نص معلقه كمان، وهضيف حوالي 3 معالق كده من الزيت، 3 معالق كبار. حابه بقى تضيفي زعتر جاف تمام، مش حابه خلاص انا ما كانش عندي، وفي نفس الوقت انا ما بحبهوش في تتبيله الشيش. لو بتحبيه هتضيفيه. هضيف بقى كوبايه من الزبادي، ودي بقى بتخلي الفراخ بتاعتك او تتبيله الكباب طالعه معاكي طريه وبتكون جوسي كده وجميله. دي تتبيلتي المعتمده في تتبيله الطيور والفراخ، يعني اي طيور اي فراخ هتتشوي بعملها لازم اتبلها بالزبادي. تمام، المفروض بقى ان انا هنا كنت عصرت ليمونه فانا نسيت الليمون، بس هفتكر بقى وهبقى اعصره وقت الشوي. هتضيفي عصرة ليمونه على التتبيله بتاعتك عشان هنا انا نسيت ان انا اضيفها. هغطيه بقى طبعا وهركنه بقى على جنب كده علشان نعمل بقيه التتبيله. اللهم صل على سيدنا محمد. لو وصلتي معايا لحد هنا ولسه ما ضغطتيش لايك للفيديو وسبسكرايب وشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد يستفيد. تمام، انا حطيت كوبايه زبادي لكيلو لحمه بتاخد كوبايه زبادي، وعصير ميه بصلايه، ومعلقه من الفلفل الاسود، ومعلقه من السبع بهار. تمام، ومعلقه من البابريكا المدخنه. نفس تتبيله الشيش الفراخ، بس انا هنا في تتبيله اللحمه ما بضيفش اللهم صل على سيدنا محمد ما بضيفش توم. هنا بقى مش هنضيف توم. تتبيله كباب اللحمه مش بنضيف توم. كباب الفراخ فيها توم، كباب اللحمه ما فيهاش توم، ميه بصل بس. وهضيف معلقه من السكر، وضفت بقى كمان معلقتين من الخل. وكباب اللحمه فرق ما بين كباب اللحمه وكباب الفراخ. كباب الفراخ بنضيف ليمونه في التتبيله، كباب اللحمه بنضيف خل. الخل بقى والمعلقه السكر او معلقه عسل نحل بيخلوا اللحمه بتاعتي تطلع كده طريه وبتبقى بتستوي، يعني بيسرع في عمليه التسويه. تمام، هنا بقى العرق الفليتو قطعته كده قطع مكعبات صغيره عشان تتشوي معايا على طول وتبقى سهله في الشويه.
والقطعة اللحمة بقى كده تطلع معاكي مستوية وجميلة. هحطهم بقى كده في التتبيلة وهقلبهم بس كده. شايفين شكله جميل جدا. هغطيه بقى ببلاستيك راب او استرتش كده بالشكل ده. تمام. انا بقى زي ما قلت لكم انا عملته قبلها بيوم، فهدخلهم بقى التلاجة وتاني يوم بقى ابدا اشتغل فيهم واشوي فيهم. لو انت عايزة تعمليهم بالنهار مثلا لازم يعني اقل حاجة ساعتين 3 وتبدأي ان انت تشوي في اللحمة او المشويات بتاعتك. يعني اقل حاجة ساعتين 3 علشان تتبل كويس كده والفراخ او اللحمة تطلع معاكي مستوية وجوسي كده وطرية. هنا اهو بقولك الليمونة اللي انا نسيتها تاني يوم بقى افتكرتها ورحت عصراها كده على الشيش بتاعي. الليمون هنا كان صغير فحطيت ليمونة ونص. هقلب بقى كده وبس. شايفين الكباب بقى نزل العصارة بتاعته السوائل، شايفين، وتشرب بقى كمان من التتبيلة، يعني الشكل واضح يعني. طبعا في الوقت ده بقى بتكوني مولعة الفحم لو حابة ان انتي تشوي على الفحم. لو مش حابة بقى هترصيه على الصينية وتدخليه في الفرن على الشواية مع التقليب بقى لحد ما الفراخ او المشويات بتاعتك تتشوي. او على جريل كده على النار وشوي بقى الكباب بتاعك. تمام. معايا مية بقى البصل اللي هصبع بيها الكفتة. والكفتة بقى طبعا علشان كانت من امبارح فنزلت سوائل بقى كده، بتصفي اي سوائل بتنزل من الكفتة عشان الكفتة بتاعتك ما تفكش، وبتديها عجنة كده وبعد كده بقى ايه بتصبعيها. طبعا ما كانش عندي اسياخ ونسيت ان انا اجيب اسياخ خشبية، فافتكرت الستيك بتاع الايس كريم. تمام. فقلت بقى اصبع عليه. بس طبعا هنا المفروض ان انا كنت حطيته في مية الاول كده زي ما بنعمل الاسياخ الخشبية علشان ما يتحرقش على الفحم. فانا لما لقيته بيتحرق كده على الفحم مرضتش بقى اكمل بقيته يعني، وبقيت احط بقى كده على الشواية زي ما هتشوفوا معايا كده في الفيديو. بلم الكفتة كده او عجينة الكفتة كده في ايديا الاول، وبعد كده ببل ايديا بالمية البصل وبصبع بقى الكفتة بتاعتي كده بالشكل ده. طبعا ما عندكيش سياخ ممكن تعملي على اي حاجة قلم اي حاجة عندك تصبعي عليها يعني عشان الكفتة بتاعتك كده تطلع معانا مفرغة. انا بقفلها كده من الحروف علشان ما تفكش على الفحم. تمام. تعالوا بقى نروح نشوي. برص بقى كده الفراخ بتاعتي. طبعا انا ما سيختش اي فراخ، انا حطيت بقى كده على الشواية كده بالشكل ده. وطبعا الفحم ما يكونش مولع كتير تحت الشواية علشان الكباب بتاعك ما يتحرقش ويطلع معاكي ني. يعني الفحم بتاعك كده بيكون هادي وقت الشوية. اول ما تلاقيه ان هو هيطفي بتروحي مهوية عليه. تمام. بنقلب بقى كده الفراخ والكباب بتاعي كده من تحت لفوق. وطبعا الكفتة ما تقلبهاش اول ما تحطيها، يعني تسيبيها تشد شوية وبعد كده تروحي مقلباها، علشان لو قلبتيها وهي لسه طرية هتفك منك على الفحم. فبنسيبها تتشمع وبعد كده نروح قلبينها. وهنا بقى عملت رز اصفر، رز اصفر عادي بسمتي، عملته معاكم في كذا فيديو. تمام. مرضتش بقى اطول عليكم وانزل بقى في بقية الطريقة. هرص بقى كده بالشكل ده الكفتة والكباب وكباب الفراخ طالع بقى جميل جدا وطري وجوسي. وعملت معاه سلطة طحينة
زي ما انتوا شايفين. طبعا هنا الكباب انا ما عملتهوش كله، كباب اللحمه ما عملتهوش كله، يعني انا عملت نصه، يعني حوالي نص كيلو من الكباب اللحمه، وشلت النص التاني بصراحه لقيت الكميه كتيره علينا، فشلت بقى، هبقى اكمل عليه واعمله في وقت تاني. شايفين بقى اللحمه طالعه دايبه كده وجميله مع سلطه الطحينه بقى، ولو تعملي معاها سلطه خضراء. وادي الكفته طالعه جميله وطريه وجوسي كده، حلوه جدا، والفراخ كمان. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش تجربوا الطريقه. ربنا يحسن ما بين ايديكم. كل سنه وانتم طيبين. كنتم مع علي عصام.